في حياة كل منا لحظات نتمنى لو نستطيع إزالتها من شريط ذاكرتنا، مواقف نرتجف كلما تذكرناها، وقرارات نتمنى لو لم نتخذها يوما. كيف نتعامل مع أخطائنا بطريقة صحية تعيد لنا توازننا الإنساني؟ الخطأ جزء أصيل من التجربة الإنسانية. لا يولد الإنسان وفي جعبته كل الحكمة، بل يتعلم من التجربة، والتجربة بطبيعتها تتضمن التعثر والوقوع. قد نخطئ بسبب الجهل أو بسبب الاندفاع أو لأننا في لحظة ما لم نكن نملك القوة أو الوعي الكافي لاتخاذ القرار الصحيح. ليس هذا تبريرا، لكنه تفسير، والفهم هو الخطوة الأولى لتفكيك أي شعور بالذنب. الاعتراف بأن الخطأ جزء طبيعي من حياتنا لا يعني أن نتهاون، بل أن نحسن التعامل معه. عندما يرتكب الإنسان خطأ كبيرا، أحيانا لا يستطيع تحمل صدمة الحقيقة، فيلجأ لا شعوريا إلى الإنكار. يخبر نفسه أن ما حدث لم يكن خطأ، أو أن الأمر ليس بهذه الخطورة، أو يلقي باللوم على الآخرين. لكن إنكار الخطأ لا يلغيه، بل يدفنه تحت سطح الوعي ليبدأ في التآكل بصمت. قد يتحول إلى قلق مزمن أو عدوانية تجاه الآخرين أو شعور دائم بالفراغ. الإنكار لا يشفي، بل يؤجل الانفجار. وتكمن الخطورة في أن الشخص المنكر لخطئه يكرره مرة بعد أخرى، لأنه لا يرى ما ينبغي إصلاحه، وبهذا لا يؤذي نفسه فقط بل يؤذي من حوله أيضا. على الجانب الآخر، هناك من لا يستطيع أن ينسى خطأه، فيعيش رهينا لمشاعر الذنب والندم. الشعور بالذنب في حد ذاته ليس سيئا، بل قد يكون محفزا للتوبة والإصلاح، لكن عندما يتحول إلى حالة مزمنة يصبح عبئا ثقيلا يعطل الحياة ويشوه صورة الذات. من يتمسك بالذنب لا يرى نفسه إلا من خلال عدسة خطئه، وكأن حياته كلها قد تم اختزالها في تلك اللحظة المظلمة. يتوقف عن المحاولة ويكف عن الإيمان بإمكانية التغيير، فيسجن نفسه في ماضيه دون أن يدرك. الشعور بالذنب يركز على الفعل، ويمكن أن يكون بناء إذا قادك إلى الاعتراف والإصلاح. أما الشعور بالخجل فهو شعور هدام يركز على الذات ويقود إلى كراهية النفس. والمشكلة أن كثيرا من الناس يخلطون بين الاثنين، فيظنون أنهم عندما يشعرون بالذنب فإن هذا جزء من التوبة، بينما هم في الواقع يغرقون في الخجل ويكتمون أصوات الرحمة والمغفرة. التعامل الصحي مع الخطأ لا يكون بالإنكار ولا بالانغماس في الذنب، بل عبر 3 خطوات. الاعتراف الصادق، أن تواجه نفسك دون تهرب أو تبرير. التعلم الحقيقي، أن تسأل: ما الذي جعلني أقع في هذا؟ وماذا يمكن أن أفعل لأمنع تكراره؟ التحرك إلى الأمام، أن تسمح لنفسك أن تنمو، أن تتغير، أن تخطئ أقل وتحسن أكثر. بهذا التوازن يتحول الخطأ من لعنة إلى فرصة. كثيرون يطلبون المغفرة من الله لكن لا يمنحونها لأنفسهم. يظنون أن التوبة لا تكتمل إلا بجلد الذات، وهذا أبعد ما يكون عن جوهر الرحمة الإلهية. الله يغفر لمن تاب، لكن نحن لا نغفر لأنفسنا. المغفرة الحقيقية تعني أن تعترف وتتعلم وتقرر ألا تعود، ثم تسامح نفسك لأنك تحاول. خطأك لا يعرفك، لكنه يكشف لك من أنت. قد تكتشف من خلاله ضعفك، أو جرحا قديما لم تعالجه، أو رغبة دفينة لم تشبعها بطريقة صحية. وقد يكون الخطأ علامة أنك تحتاج إلى التغيير لا إلى العقوبة. الذين يظنون أن الخطأ يحدد هويتهم يعيشون أسرى له، بينما الأحرار هم من يرونه درسا لا سجنا. لو نظرت في سير العظماء لوجدت أن كثيرا منهم مروا بأخطاء كارثية، ارتكبوا ذنوبا، تسرعوا، خانوا ثقة من أحبوهم، بل بعضهم كان على حافة الانهيار، لكنهم عادوا، تعلموا، واجهوا، ولم يسمحوا لذنبهم أن يحرمهم من فرصتهم الثانية. الفرق ليس في عدم الوقوع، بل فيما الذي فعلوه بعد الوقوع. من يعرف قيمتك حقا سيشجعك على التغيير، لا سيذكرك دوما بما فعلت. أما من لا يراك إلا في ماضيك، فربما لا يستحق أن يكون جزءا من مستقبلك. ربما لا تستطيع أن تغير الماضي، لكنك تملك حاضرا تستطيع فيه أن تختار، أن لا تنكر، أن لا تغرق، أن لا تتوقف، بل أن تعترف، أن تتعلم، وأن تعود أقوى. ربما تسقط مرة أخرى، لكنك ستسقط وأنت تعلم، وستنهض أسرع، وتكمل الطريق بخطى أعمق. في نهاية المطاف كلنا نخطئ، لا أحد ينجو من السقوط. لكن البطولة ليست في أن نكون معصومين، بل في أن ننهض بعد كل عثرة بروح لا تنكسر. حاول أن لا تكون قاسيا على نفسك، ولا أن تكون متساهلا لدرجة الإنكار. كن صادقا، رقيقا، عادلا مع ذاتك. سامح نفسك،
ليس لأنك لا تستحق اللوم، بل لأنك تستحق فرصة جديدة. الخطأ لا يدمرك، الطريقة اللي تتعامل بها معه هي التي تفعل.